يوميات سائق، رحلات عبر التاريخ والطريق. في قلب جبال شمال المغرب وبين وادي ورغة وسبو تنبض ذاكرة تاريخية عريقة لقبيلة ظلت شاهدة على تحولات كبرى في تاريخ المغرب. إنها قبيلة سلاس، إحدى القبائل الجبلية الأصيلة التي تجمع بين عمق الانتماء الأمازيغي وإشعاع النسب الشريف. قبيلة سلاس تاريخ عريق بين الجبال وأصالة تمتد عبر القرون. الموقع والجغرافيا: تقع قبيلة سلاس ضمن النفوذ الإداري لإقليم تاونات، وتحديدا في المجال الجبلي المحاذي لوادي ورغة جنوبا، وتمتد نحو المرتفعات المطلة على وادي سبو. تحيط بها قبائل الجاية وبني ورياغل من الشمال، وشراكة من الجنوب، والحياينة شرقا، وفشتالة غربا. تتميز أراضيها بطابع جبلي صخري، حيث تتناثر القمم الوعرة التي تضفي على المنطقة طابعا طبيعيا خلابا يعكس صلابة الإنسان السلاسي وتعلقه بأرضه. الأصل والنسب: بين زناتة والأدارسة. تعود أصول قبيلة سلاس إلى بطون زناتة الأمازيغية، وهي من أقدم المجموعات التي استقرت في أحواز فاس قبل قيام الدولة الإدريسية. وقد أشار عدد من المؤرخين من بينهم ابن حزم إلى ارتباط بعض فروعها ببني الليث إحدى بطون زناتة. ومع مرور الزمن دخلت على القبيلة أسر إدريسية شريفة استقرت بها واندمجت مع سكانها الأصليين، حتى أصبح العنصر الإدريسي مكونا أساسيا في البنية الاجتماعية للقبيلة، مما منحها مكانة روحية واجتماعية مميزة داخل مجال جبالة. امتداد تاريخي من بني مورين إلى بني وطاس. ترتبط قبيلة سلاس تاريخيا بالدول الزناتية الكبرى، خاصة بني مورين وبني وطاس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن فروعا منها تمثل امتدادا لهذه السلالات التي حكمت المغرب في فترة مهمة من تاريخه. وبعد أفول تلك الدول استقرت هذه المجموعات في المجال الجبلي، محافظة على هويتها وتقاليدها. ومشكلة نواة القبيلة الحالية: التركيبة الاجتماعية. الدشور. تنقسم قبيلة سلاس إلى مجموعة من الدواوير أو الدشور التي تشكل بنيتها القبلية، ومن أبرزها الأمصار، أولاد سيدي محمد السني، عين الدنمة، إبران، أولاد بشرك. هذه التجمعات القروية تعكس وحدة اجتماعية متماسكة قائمة على التضامن والتكافل. السمات والخصال: اشتهر أهل سلاس عبر التاريخ بخصال حميدة، منها الهدوء وضبط النفس، التمسك بالشرف والقيم، الإخلاص والانضباط. وقد أكسبتهم هذه الصفات ثقة المخزن المغربي قديما، حيث أسندت إليهم مهام القيادة المحلية، فبرز منهم قادة وأعيان لعبوا أدوارا مهمة في تدبير شؤون القبيلة. أعلام قبيلة سلاس: إشعاع علمي وروحي. أنجبت قبيلة سلاس شخصيات بارزة في مجالات العلم والدين والقضاء، من بينهم سيدي محمد السنون السلاسي من كبار الصلحاء، توفي سنة 1050. أبو الفضل سيدي قاسم السلاسي ولي صالح، توفي سنة 1049. سيدي عبد الرحمن السلاسي عالم بارز بفاس، وصف بعلامة مدرسة الصهريج، توفي سنة 1018. سيدي أحمد بن عمران السلاسي فقيه ومرب، توفي سنة 36. سيدي عبد الله بن حسون الخالدي السلاسي من كبار الأولياء وشيخ المجاهد سيدي محمد العياشي، توفي سنة 1004. القاضي سيدي علي بن عبد الرحمن السلاسي قاضي الجماعة، توفي سنة 1018 في ظروف مأساوية بعد سجنه. وقد ارتبط اسم هذا الأخير بقصة مؤثرة، حيث سجن في عهد السلطان زيدان السعدي وتعرض للظلم حتى قيل إنه قتل مسموما. وخلال محنته تبادل قصائد شعرية مؤثرة مع الأديب أبي عبد الله المكلاثي تعكس عمق المعاناة وقوة الإيمان والصبر. قبيلة سلاس اليوم إرث مستمر رغم التحولات التي عرفها المغرب. ما تزال قبيلة سلاس محافظة على هويتها الثقافية والاجتماعية، حيث يظل الانتماء القبلي عنصرا مهما في تشكيل الوعي الجماعي لسكانها، كما تستمر المنطقة في الاحتفاظ بموروثها الطبيعي والتاريخي، مما يجعلها فضاء غنيا يستحق المزيد من البحث والتوثيق. وفي الأخير فإن قبيلة سلاس ليست مجرد مجال جغرافي، بل هي قصة إنسان وأرض وتاريخ. هي نموذج حي لتلاقي الأصول الأمازيغية العريقة مع الامتداد الشريف، ولقدرة المجتمعات الجبلية على الحفاظ على هويتها
رغم تغير الأزمنة إنها ذاكرة حية من ذاكرة المغرب، تستحق أن تروى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس لمتابعة المزيد من المحتوى حول مدن وقبائل وتاريخ المغرب.